سلام، كيفكم أصدقائي؟ قبل ما نبلش هذا المقطع خلونا نوصل أكبر عدد لايكات ممكن وشاركوا المقطع بين أصدقائكم ليستفادوا الناس كلياتهم من تجربتي وما يوقعوا بالغلط اللي أنا وقعت فيه. وإذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك وفعل زر الجرس ليوصلك الفيديوهات الجاي. قبل ما نبلش بهذا الفيديو ضروري تحضر الفيديو الأول اللي شارح فيه كيف تم اختراق قناتي وشو السبب اللي اخترق فيه قناتي. شاهدوا ورجع لعند هذا الفيديو لتفهم القصة كاملة. هترك لك الرابط بصندوق الوصف. حسابك مليون. بعرف مفتوح. هلا مين فاتح الحساب؟ الحساب هو صح، اللي مهكر الحساب هو اللي فاتح الحساب. عرفت؟ السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. اقول لك لو عاجبك الحساب، هاي اللي محكيني، هاي اللي انا حسابك عاجبني وهيك كنت اعطيتك اياه عطا، يعني ما في داعي انك تسكر لي صفحة الفيس وهيك شغلات يعني. انا اشتريت من شخص ثاني يا حبيبي. شلون اشتريته؟ منين اشتريته؟ حساب هو انا صاحبه، انا تهكر حسابي على الفيس وانسرق عن طريقه، انا كنت رابط هذا الحساب عن طريقه، هذا الحساب مسروق سرقه. حقيقة اختراق حسابي بعد دراسات ومحاولات وسهر ليالي لمعرفة سبب الاختراق وكيف تم الاختراق، قدرنا نتوصل لهوية الشخص المخترق، وطبعا بالاستعانة ببعض المختصين بهذا المجال. يا جماعة الخير، أنا حسابي ما اخترق، أنا أعطيت المخترق الإيميل وكلمة السر. القصة بديت وأنا قاعد بتأمل الحساب والإحصائيات وهاي الأمور، فبلاحظ إنه المخترق مغير الصورة الشخصية وحاطط صورة. أنا الصورة صراحة شايفها من قبل وبمكان معين، ما كنت متذكر هل بحساب ببجي أو بحساب فيس أو حساب إنستا، ما كنت متأكد بالضبط وين كنت شايفها، ولكن كنت متأكد منه إني أنا شايفها من قبل ومارقة علي هاي الصورة. وطبعا بعد محاولات جهيدة ما قدرت اني اتذكر وين شايفة الصورة، ولكن بعد فترة يوم او يومين من الحادثة قدرت اني اتذكر انا وين شفت الصورة. الصورة، القصة هي السيزون 14 بالاسبوع الثاني. يا اخوان بالاسبوع الثاني، لاحظ من السيزون 14 والشخص موجود بقلب حسابي وانا ماني عرفان. الشخص كان موجود بحسابي وعم يتصرف وبكل اريحيه بحساب الفيس وحساب الببجي وانا ما كنت عرفان بهذا الشيء. اللي صار انه انا كنت بتصفح الفيسبوك، بيطلع قدامي اعلان ممول. هذا الاعلان هو سبن لحظ بالببجي، بتربح فيه سكنات اسلحه او سكنات لبس او شدات. حتى انتهى من الفضول، كبست على الهي، طلب مني لاني انا متصفح وطلب مني اني سجل دخول للفيسبوك. لحظة، بدك يعني ادخل على الفيسبوك وانا اساسا بالفيسبوك؟ كيف؟ ضغطت على الرابط، وقت شو طلب مني هذا الشيء غادرت يعني. بس قلت لفوت شوف التعليقات، شوف الناس شو معلقة على الموضوع يعني. فشاهد تعليقات، كان في تقريبا حوالي 200 ألف تعليق يا ناس، 200 ألف تعليق على الموضوع على هاي وانا ربحت شدات. والملفت للنظر انه كان كلهم ربحانين شدات، يعني ما حد كان ربحان سكنات او نقول انه ما حد يذاكر بالتعليقات انه كان ربحان اسلحة او لبسات اسطورية، ولكن الكل كان ذاكر انه انا ربحان شدات. اللي صار انه قلت بما انه يعني كل هالناس معلقة وكله ربحان، صفى الامر طبيعي يعني انه بجوز ثغرة بالببجي او شغله انه عن طريقه عم يقدروا الناس يربحوا هذا الشيء. وبما انه الاعلان ممول يعني، فهذا الشيء خلاني اشيل الشكوك من راسي او استبعد انه شك ولو ل 50%. اللي صار انه سجلت، شو راح يصير يعني، نسجل الايميل ونسجل كلمه السر. سجلت الايميل، سجلت كلمه السر، ولكن صدقا كنت خيفان بوقت. فت على الهي، فكان صورة أنا لو ملاقي الحساب، لو ملاقي الإعلان كنت حطيت لكم إياه، بس دورت عليه كثير وما لقيت، يعني عجزت وأنا أدور. فبتلاقي أنت قدامك دولاب حظ على اليمين،
والصورة جنبه على اليسار صورة هاي الغوريلا نفسها اللي حاطها هو على حساب. بتلاقي انه هذا السبن موجود فيه شدات، 10 شدات، 60 شدة، 100 شدة، 200 شدة، كان اكبر عدد موجود 200 شدة على ما اذكر. وكان في الانفور الثلجية وانفور الجوكر ولبسات اسطورية كثير، يعني كان فيه تقريبا شي 14 خانة او اكثر بشوي. فقررت اني اضرب سبن. قام طلب مني اني ادخل بيانات البنك لانه الضربة ب$1. فانا هون هذا الشيء خلاني ارتاح اكثر انه في حساب بنكي، يعني صفى الامور نظامية 100%، يعني في دفع. فدخلت حساب البنك وحاولت اني هاي ضرب سبين، دار الدولاب، ربحت 10 شدات. اول مرة 10 شدات، المرة اللي بعدها ربحت 100 شدة، ضربت ضربتين سبين. بس الملفت للنظر انه وقت اللي فت اتاكد من حساب البنك كان ما مخصوم ولا ليرة من حساب البنك. طلب مني لحتى يحول لي الشدات انه اعطيه الاي دي تبع حساب الببجي. فت على حساب الببجي، نسخت الاي دي وبعثت وكتبت لصقته يعني، وكل صدق وامان اجوا لي الشدات. حساب الببجي انا كنت رابطه بالفيسبوك والجيم سنتر تبع الايباد. بعد فترة تقريبا ببداية السيزون 15 بالاسبوع الاول فك الربط تبع الجيم سنتر بشكل فوق. انا ما اخذت وعطيت طبعا بالموضوع، قلت انه بجوز صاير غلط او ما بصير انه اربط حسابين بالحساب الببجي. ما كان عندي اي اطلاع عن الموضوع، يعني هذا الشيء ضرني طبعا ما فادني. هذا الزلمه من السيزون 14 وهو بحساب الفيسبوك بيتصفح وبيقرا الرسائل وبشوف المنشورات تبعوتي، وبفوت على حساب الببجي اثناء وقت اللي بكون نايم انا وبلعب. حتى كثير من الناس كانوا يحكوني انه ليش ما بتقبل طلب الصداقه، ليش ما بتقبل الدعوه اللي بنبعث لك اياها انه تلعب معنا. قل لهم والله ما اجاني شيء، يعني ما انا كنت فاتح وما اجاني شيء، ما تجيني طلب. بجوز في غلط بالببجي، يعني التحديث الجديد مضروب عاطل، كانت هيك ردودي للناس. ولكن كان كثير تجيني انه ليش عما ما تقبل. الصراحه ما انا اللي كنت فاتح الحساب، كان هو الشخص اللي فاتح حساب وانا مالي خبر انه هذا الشيء. انا كان لازم اشترك من يوم التغى ربط حساب الجيم سنتر بشكل تلقائي. هلا بعد تفكير وتحقيق توصلنا للسبب اللي خلاه يضرب صفحة الفيس. السبب اللي خلى المخترق يعطل لي حساب الفيس. والله خطة مدروسة وتخطيط مافيات، وعن جد شيء فظيع. مثل ما بنعرف كلياتنا انه الحساب اذا بدك تلغي ربط حساب فيسبوك او حساب جيميل او الى اخره من الببجي، انت بحاجه لوقت ليلتغى الربط، يعني بتاكل فتره زمنيه معينه. فهو بالاساس لاغي لي حساب الجيم سنتر، وانا ما عملت شيء وقتها لانه ما اشتركت انه في حدا بحسابي بالاساس. بس هو وقت اللي راح يضيف الايميل تبعه على الحساب الببجي انا راح اشترك، انه انا ما ضفت حساب على الايميل. شلون يعني صار هذا الشيء؟ ما ضفت ايميل على الحساب، شلون يعني انه نضاف الايميل وانا الايميل اصلا ما بعرفه يعني؟ فراح اعرف انه في حدا بحسابي، هون راح اضطر اني اغير كلمة السر. هو ما بده يعني اني اعمل هيك، فهو بضل بيستخدم عن طريق الفيسبوك تبعي، بضل بيرسم لهذا الشيء. وطبعا هو قدم على الغاء ربط الحساب، بصراحة قدم على الغاء ربط الحساب، ولكن اكلت معه زمن، واستنى هو لوقت قبل ما يلتغى ربط الحساب وضاف حسابه، وفورا عطل لي الصفحة مشان ما اقدر رد ادخل على حسابي انا مرة ثانية واقدر رجع الحساب واسترجعه. فخلى، عرفتوا انتوا شلون يا اخوان الخطة؟ اقسم بالله مو طبيعي شلون مدروسة ومافيات. دخل هو حساب بعد ما عطل لي حسابي مشان يقدر هو انه ياخذ الحساب بدون ما اقدر انا استرد. ف مثل ما شفتوا هلا بالفيديو قدامكم، الشخص على قوله انه اشترى الحساب واخذوه من ماركت. ان شاء الله دلونا على الماركت اللي بتبيع حسابات يا شباب، يا جماعة الخير انت اللي عم تتابع دلني على حساب وين في بيع حسابات يا اخي، هيك حسابات. الزلمة مشتري حسابي ب $1300
$300 مش 3000. تواصلت معه بعد جهد جهيد، قدرت اني فوت شخص معنا ونحكي، وقدرت افهم منه شوية معلومات توصلني للشخص اللي سرق الحساب.